السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معتز في قناة حكاوي تاريخ. ادعوا لأبي برحمة والمغفرة، ويلا يا عزيزي نبدأ القصة. الملك دان زي ما قلت لك أول ما مسك الحكم وهو صغير، أمه مسكت مكانه لحد ما كبر، ولما كبر قلبها مصارعة، طلع شمال وحارب الآسيويين ورجع نفسه بطل قومي، وكمان أول واحد يعمل لوجو ملكي ويحط اسمه جوه الصرخ. يعني باختصار أول واحد يثبت إنه فرعون بروفيشنال. يعني بعده جه الملك عجئب. الراجل ده كان ماشي على سياسة دن، قالك أنا مش هلعب في الكبير، خليني أمشي بالساهل. بعد كده جه الملك سمر خت، وده كان اسمه معناه الصديق. بس يا سلام لو كان صديق بجد. الراجل أول ما مسك البلد ولعت، ثورات ومشاكل، والشمال زعلان والجنوب متضايق. كان عهده شبه أي فترة حكومة عندنا فيها اعتصامات وإضرابات. بعده جه الملك قاعة، آخر ملوك الأسرة الأولى. الواد ده كان عايز يصلح اللي باظ بس ملحقش. البلد كانت تعبت من كتر المشى. يعني نقدر نقول الأسرة الأولى بدأت بملوك جامدين زي مينا ودن، وانتهت بخناقات داخلية زي فرقة غناة تبدأ بأغنية جامدة وتنتهي كل واحد يروح يغني لوحده. الأسرة التانية حوالي 2890 ل 2086 بعد ما خلصت الأسرة الأولى، والبلد بقت عاملة زي قهوة فيها كل واحد عايز يمسك الريموت. جه الملك حتبسخماوي. الواد ده أول ما مسك الحكم قال يا جماعة أنا هلم الدنيا دي تاني، كفاية شمال لوحده وجنوب لوحده، من النهاردة كله على بعضه مصر. يعني أول ما بدأ عمل حركة لم الشمل، زي الجد اللي بيقول لولاده اقعدوا سوا كلوا مع بعض، العيلة مش ناقصة تفرقة. الملوك اللي بعد جه شوية ملوك كده أسماء غريبة زي ران بنينت ونينج دي سند. دول بقى كانوا عاملين زي الموظفين اللي بيجوا المكتب عشان يمضوا الحضور بس. كل واحد يحكم شوية صغيرين، يعمل شوية إصلاحات، يبني مقابر، يكتب اسمه وبعدين يسيب الكرسي. يعني مسلسل من غير أحداث تقيلة، كله فيلر. دول ملك برق بسن. الراجل ده عمل حاجة غريبة، بدأ يكتب اسمه مش تحت حورس زي باقي الملوك، لأ تحت إله تاني. الناس استغربت وقالوا هو إيه يا عم ده بتلعب في الدين كمان؟ وحصلت شوية قلاقل بسبب الحركة دي. الملك سخماوي آخر ملوك الأسرة التانية. هنا بقى وصلنا الجامد. الراجل ده قال كفاية لعب عيال، البلد بتضيع، أنا هثبت الحكم تاني. وكان اسمه معناه القوتين اتحدوا، يعني الشمال والجنوب بقوا واحد. الناس بقى كانت تقول عليه الراجل ده آخر العنقود، بس أحلى عنقود، لأنه قفل الأسرة التانية على نظافة وفتح الباب للأسرة التالتة. الأسرة التالتة 2686-2613 بعد ما خلصت الأسرة التانية والدنيا كانت شبه فرقة موسيقية وقفت على المسرح ومفيش جمهور. جه الملك نيبكا أو خنتجر. الراجل ده بدأ يقول يلا يا رجالة نرجع أمجادنا ونفتح موسم جديد. الملك زوسر النجم الكبير أشهر واحد في الأسرة التالتة. الراجل ده كان دماغه عالية، قال أنا مش عاجبني شكل المقابر اللي زي عشة الفراخ دي، أنا عايز مقبرة تبقى ترند عالمي. جاب المهندس بتاعه إمحتب وقال له اسمع يا عم اديني حاجة الناس تفضل تتكلم عنها. إمحتب رد ولا يهمك يا ريس، هبني لك برج سكني 6 أدوار بالحجر. وفعلا عمل له الهرم المدرج في سقارة، والناس كلها قالت يا نهار أبيض، ده زوسر أول واحد قلبها معمار عالمي. الملوك اللي بعده سخموا خت، اتحكم فترة صغيرة جدا، يعني زي ضيف شرف في فيلم بيظهر في مشهد واحد ويمشي. خباه برضه مش معروف قوي، كأنه كومبارس معدي في الخلفية. ده الملك حوني آخر ملوك الأسرة التالتة. الراجل ده ماسك الحكم وقال أنا هظبط الدنيا عشان اللي يجي بعدي يلاقيها مفروشة. بنى شوية معابد وحصون واهتم بالبلد، بس أحلى حاجة عملها إنه سلم الكرسي لابنه خوفو من الأسرة الرابعة اللي قلب العالم كله بالهرم الأكبر. يعني حوني كان عامل زي المدرب اللي يجهز الفريق ويقول استنوا ابني، ده اللي هيكسر الدنيا. والتاريخ عندنا غير التاريخ، عندنا قصص وحكاوي. اعمل اشتراك في القناة واعمل لايك وروح اتفرج على الفيديوهات القديمة وانتظر الجديدة.